أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في قناتي فرش عرايس للسويسة. معاكم أيتن عبدو. النهاردة معانا شقة عروسة وعريس جديد، عايزين نقول ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يهني العروسين يا رب في حياتهم ويرزقهم قادر يا كريم يا رب بالذرية الصالحة، ويبارك لهم في بيتهم وفي شقتهم وفي حياتهم ويرزقهم كل الخير فيها يا رب إن شاء الله. عملت لهم الطوق ده كده على باب الشقة، عملته لونه اوف وايت بما ان اصلا الباب لونه غامق، فاعتمدت ان كل حاجة في الطوق تكون لونها مبهج كده يعني ولونها فاتح زي فستان العروسة كده لما بيكون أبيض ومبهج كده بكل حاجة فيه. حبيت إن الطوق برضو بتاعنا يكون مبهج ويكون كمان أصلا معبر عن يعني عن الفرحة بتاعة العروسة والعريس. مبدئيا كده مقابل لباب الشقة معانا السفرة. أنا حابة بس إن أنا أديكم نظرة عامة عن محتويات الريسبشن كامل أو عموما محتويات الشقة، وهنتكلم على كل حاجة بالتفصيل. تمام. السفرة معانا هنا برضو ما شاء الله شكلها مميز جدا، ربنا يبارك لعروستنا ولعريسنا في كل حاجة عندهم. ومعانا هنا الريسبشن مكون من 3 أجزاء، جزء فيه السفرة وجزء كمان فيه الركنة والجزء التالت فيه الصالون. ده الشكل العام كده للركنة بالمكتبة اللي معمولة من الجبسون بورد. وهنا الصالون بتاع عروستنا وعريسنا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يبارك لهم في كل حاجة عندهم يا رب. السجادة بتاعة الصالون كان نوعها شاج، وطبعا ما شاء الله الشاك بيبقى قايم جدا، بس معاملته شوية في التنظيف إلى حد ما بتبقى صعبة. ربنا يعين بقى عروستنا عليه يا رب. الصالون كان ناعم جدا وذوقه بسيط قوي قوي، انا حبيت شكله قوي، بحب الحاجات اللي بيكون فيها بيكون فيها شغل قيم او شغل حاجات بسيطة، بس في المجمل ما بتضغطش على شكل الصالون، ما بيبقى شكلها مبالغ فيه. هنا الترابيزة بتاعة الصالون كانت مكونة من ترابيزتين أو طقطوقة كده، ترابيزة بمعنى أصح. موجود برضو فيها شغل قيم خفيف، وشغل قيمة موجود تحت الإزاز اللي موجود على الترابيزة. لذلك ما حبناش إن احنا نحط مفارش على الترابيزة خالص علشان ما نداريش على الشكل الجمالي اللي موجود في الترابيزة من جوه. أما هنا بقى معانا الركنة، ومعمول هنا جنب كوفي كورنر كده. هنا ركنة معمولة ما شاء الله حرف ال، تمام، معمول فيها وحدة تخزين كده في الجزء اللي هو الحرف ال اللي قدام ده. وهنا معمول برضو زي نظام سرير بيتفتح كده للي حابب يقعد ويرتاح مثلا على الركنة، ما تبقاش بس فكرة كنب وخلاص. معمول فيها برضو كذا اوبشن لطيف. تمام. مقابل الركنة هنا حطينا محطوط الشاشة ومحطوط السماعات. وهنا في الجنب ده معمول هنا الكوفي كورنر كده، معمول بزاوية كده حرف ال. هنا حطيت لها المجات اللي هتستخدم في الكوفي كورنر بالشكل ده في كل رف. في الرف تاني هنا حطيت اول رف الفناجيل بتاعة القهوة، وتحت برضو كملت المجات. ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب. رصنا رصة بسيطة وعملية للي حابب يعني يستخدم الحاجة، ما يبقاش الموضوع معقد. فوق حطينا بقى مكنة القهوة، وحطينا كمان القطع اللي بتحط فيها الشاي والسكر وكمان المشروبات. عملت لها الطوق ده كده على باب غرفة الأطفال ما شاء الله، ربنا يبارك لها يا رب. خليت برضو فيه ورد لونه فاتح أو ستايل الورد قريب للستايل الورد اللي كان موجود في الطوق بتاع باب الشقة. وعملت عليه كده فرع أخضر على الطوق نفسه، ولفيت عليه بعض اللون الفاتح. ما حبيتش برضو ان الاطواق تكون شكلها مبالغ فيها قوي، لان الباب متحدد باللون الاسود مع الجراي. ده معمول شغل بسيط كده في السقف بالجبسون بورد ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. ومعمول هنا هي دمجة لون الكشمير مع السجاد، بما ان الاوضه كلها هاديه اصلا يعني، دمجة بين اللون الكريمي او اللون الاوف وايت الفاتح مع الجراي. معمول هنا مكتب، وفوقيه كده في مكتبة بسيطة يتحط فيها الكتب أو يتحط فيها الأنتيكات زي ما انتم شايفين كده. وزعنا فيها بعض الحاجات البسيطة يعني اللي بتبقى موجودة عند العرايس. الغرفة كان شكلها ما شاء الله مميز. معمول هنا شغل إضاءة في الدولاب نفسه، وده شكل ظهر السراير متجلد كده يعني زي خانات كده زي مربعات جلد، ومعمول عليها كده في النص ستانلس. دي الإضاءة اللي معمولة على الضرفة نفسها، مش عارفة انتم ملاحظينها ولا لأ. اوكي، ده كان شكل الدولاب ما شاء الله. تعالوا نفتح كده الدولاب مع بعض ونشوف محتوياته. فأول ضرفة هنا حطينا لحافين السرير الكبير، وفي نصهم كده حطيت دفاية. ظهرت كده جزء الفاتح من اللحاف برضو لأن اللحاف لونه جراي غامق، فظهرت الوش بتاعه اللي هو لونه
كريمي. تمام، انا بقفل بس الضرفة اللي هي فيها اللبس. وهنا رصية الملايات الخاصة بغرفة الأطفال، وجنبها هنا حطيت كوفرتا. على فكرة هنا محطوط سوري، الضرفة دي كلها مفروشات أوضة النوم، يعني مفروشات الخاصة بدولاب غرفة النوم. خليت بس جزء بسيط جوه للاستخدام، وبقية المفروشات كلها اتحطت هنا. فهنا تحت محطوط ملايات وفوط، وفوق هنا حطيت دفاية وجنبها الفوط. وهنا حطيت الملايات بتاعة السرير الكبير كله، وجنبها هنا كوفرتا. وزي ما انتوا شفتوا فوق حاطين لحافين، وتحت اللبس انا حاطه برضو بطانية. خير الامور الوسط، والعروسه كانت متزنه جدا ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، بس كانت جايبه ما شاء الله حاجات قيمه جدا، ربنا يبارك لها في كل حاجه عندها. اما الضرفه دي لميت فيها كل المفروشات الخاصه بدولاب الاطفال، حطيت فيها البطانيتين بتوع الاطفال، وحطيت في النص اللحاف لسرير الاطفال برضو، وبرست الشكل اللي فيه بالشكل ده. بحب جدا البطاطين دي ما شاء الله، بيكون ليها ريحة معطرة كده، بتبقى لطيفة وخامتها كمان جميلة. هنا حطيت الملايات الخاصة بغرفة الأطفال، طبعا من كل طقم سرير بيبقى ليه ملايتين. حطيت كل ملاية فوقيها الملاية التانية بتاعتها، وحطيت في الجناب كده الكوفرتة. وهنا حطيت برضو كوفرتة، وجنبها مفرش دفاية. وتحت هنا حطيت اللحاف التاني لسرير الأطفال، ووزعت معاهم كده بعض الفوط بتاعة الأطفال. ما شاء الله ذوق الحاجة اللي كانت العروسة جايباها رقيق وبسيط وراقي، ويعني ربنا يبارك لها يا رب في كل حاجة عندها. وهي أصلا عروسة قمر، والله العظيم حق ربنا اتقال. كنت مبسوطة جدا جدا وانا معاها، والله في عرايس بجد الواحد بيقول ايه يا رب، ايه الجمال ده ما شاء الله. وفي حد لسه في الزمن ده كده بجد، ربنا يبارك لك يا حبيبة قلبي، ويهنيك يا رب بكل حاجة في شقتك، واشوفك دايما يا رب مبسوطة وسعيدة بكل حاجة في حياتك يا رب. هنا بقى معانا السفرة، احنا طبعا صورنا انا تكون نظرة عامة على السفرة، بس ما كنتش فتحتها واتفرجنا مع بعض على محتوياتها. هنا عندها السفرة مكونة من جزئين كده تحت فيهم وحدات، يعني كل قطعة من دول فيها وحدة بتتفتح. تمام، فدي ظرف يعني، منها شايلة السفرة نفسها أو شايلة الأساس بتاعة السفرة، ومنها وحدات برضو. وهنا معمول مع السفرة كده زي 4 تقاطيع، حطينا هنا 3. وفي الجنب ده حطينا أكبر واحدة، وحطينا عليها الفازة دي الورد اللي فيها. تمام، هي السفرة دمجة بين اللون المنت وبين اللون الاوف وايت الفاتح. قلت لها نجيب مفرش فرو كده على السفرة، بما ان السفرة الازاز بتاعها فاميه ولونه غامق، والسفرة نفسها برضو لونها مش فاتح، فحبيت ان يكون فيه تاتش كده فاتح برضو على السفرة. اوكي، مبدئيا احنا ما حطيناش جوه النيش نفسه مفارش خالص، وده الافضل والارقى. هي كانت بعتلي الصور فانا قلت لها لا بلاش. الظهر بتاع النيش عندها معمول كده قطيفه لونها نبيتي، ومعمول وراها كده اضاءه. طبعا ما شاء الله ظاهره الحاجه جدا. حطيت في اول رف فوق طقم شربات ومعاه كاسات، وتحت هنا حطيت الصينيه السيلفر دي عشان اعلي بيها الرف، وفي نفس الوقت برضو مديه تاتش حلو على الرف. حطيت فيها طقم كاسات، وحطيت جنبها برضو طقم كاسات. هنا حطيت الصينية دي وعليها طقم الشاي، طقم القهوة أو الشاي اللي هو لونه أسود في جولد، ومعاه المعلقة بتاعته الجولد، ودخلت معاه بعض الكوبايات. وتحت حطيت جزء بسيط من الطقم الصيني. هنا النيش بتاعها أصلا بيلف، يعني في الأجزاء اللي موجودة دي كلها ممكن تلفيها يمين شمال، حتى الأدراج نفسها تقدري تتحكمي في اتجاهاتها. هنا البوفيه كان فيه فكرة الرف الطاير دي، أنا الصراحة استغربتها، هوريها لكم دلوقتي معايا. فاول رف فوق زي ما انتوا شايفين اصلا مش واصل للاخر، فتحسوه طاير شويه. حطيت فيه بقيه الطقم الصيني، وتحت حطيت جزء من طقم عشا كامل مع المجات بتاعته. وحطيت في النص كده شنطة المعالق بالشكل ده، وفتحتها عشان يبقى ظاهر الشكل المعالق بتاعتها من جواها كده. نفس الفكرة التنجيد اللطيف اللي قلتلكم عليه بالإضاءة موجودة جوه البوفيه، وبما ان البوفيه كله ازاز فتحس ان هو برضو قطعة نيش. حلو كمان ان كل الحاجات اللي موجودة فيه تكون ظاهرة بالشكل ده. تمام، والإضاءة طبعا بتظهر الحاجة بشكل جميل جدا، إذا كان إضاءة بقى موجود بروفايل ليد، موجود سبوت لايت، موجود الشريط اللي هو الليد العادي. كل الحاجات دي بتدي لمسة حلوة جدا لأي حاجة تحطيها جوه النيش بتاعك أو جوه البوفيه. تمام، هنا على البوفيه ما حطيناش مفارش، وده لا كفاية اللي على السفرة. وحطينا هنا ال3 شمعدانات دول مع بعض كده في جنب واحد. حتى المرايات عندها كده عاملة زي الخلية بتاعة النحل، نفس الفكرة بتاعة الترابيزات الصغيرة اللي احنا شفناها مع بعض. هنا زي الناحية التانية بالظبط، حطيت في أول رف طقم شربات اللي هو لونه سيلفر كده، ودخلت معاه كاسات. وتحت هنا حطيت
الطقم الشاي والجاتوه بتاعها ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، ذوقه كان ناعم جدا وبسيط، وبما ان هو لونه فاتح والسفرة نفسها لونها غامق فظاهر. تحت هنا حطيت الطقم الخشاف ده ودخلت معاه طقم كاسات لونه سيلفر، وتحت حطيت جزء من الطقم الصيني بالشكل ده. تمام، احنا كده يعتبر اتفرجنا على كل محتويات النيش والبوفيه. الضرفة دي تعتبر هي اللي قريبة قوي اللي دخلت المطبخ مفتوح هنا بار زي ما انتوا شايفين، او معمول فيه فتحة كده معينة بحيث ان اللي جوه ممكن مثلا يقعد هنا وياكل مثلا على البار بتاع المطبخ. ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. احنا كده اتفرجنا على كل تفاصيل الريسبشن كامل. السجادة كمان بتاعة السفرة كانت ناعمة جدا وهادية، وذوقها كان رقيق جدا ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. عجبتني قوي الفكرة دي، ان العروسة بدل ما تعمل ستاير تقيلة هنا كتير، عملت فكرة الستاير الرول دي زي ما انتم شايفين كده، بتتشد تسحب تنزل ستارة بتداري طبعا على كل المحتويات اللي موجودة جوه الطرقة نفسها، او كمان في المطبخ هي عاملة نفس الستارة على الشباك بتاع المطبخ، وهوريها لكم دلوقتي مع بعض. هندخل دلوقتي على المطبخ وما شاء الله ربنا يبارك للعروسين يا رب. لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو معايا، اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة لو اول مرة تنوروني في قناتي، عايزة قناتي تكبر بيكم، وده يعني اكيد هيكون بمساعدتكم. هندخل دلوقتي على المطبخ. هي عامله المطبخ بتاعها كله جراي، حتى سيراميك جراي فاتح كده مع تاتشات بسيطه من الجراي الغامق، وتحسوا السيراميك عندها شويه حجري. تمام، هي عامله فوق هنا مروحه بس مغطينها عشان احنا في شتاء، ودي الستاره اللي قلت لكم عليها بتشد تتسحب فبتقفل المطبخ تماما لو في اي ضيف بره وهم مش حابين المطبخ بتاعهم يكون مجروح، او هي تعمل حاجه تشويه هتقلي مش حابه الريحه تطلع عندها في الريسبشن، فبتقفل الستاره. على البار هنا حطيت طقم شوربه ده، وحطيت هنا طقم الشاي والقهوه والسكر والحاجات المشروبات. هنا حطيت جزء من الحاجات الخاصه بالبوتاجاز، اذا كان طقم سكاكين او طقم توزيع. البوتاجاز بتاعها كان زانوسي. في جنب هنا حطيت فيه التوابل، وحطيت معاه الوراقه بتاعه المناديل. وعلى الرخامة التانية هنا حطيت الحاجات الخاصة بقى زي كوفي كورنر كده، الشاي والقهوة، وكمان معاهم مجات. في الضرفة دي حطيت الحاجات اللي كلها لونها بينك. حطيت طقم كاسات فوق معاه كوبايات، وتحت هنا حطيت طقم شربات ومعاه فناجيل. هنا حطيت برضو كاسات ومعاه كوبايات برضو ألوان، وفوق كذلك الأمر. حاولت ان انا انسق الحاجات اللي موجوده جوه الظرف، محبتش خالص ان يكون في مفارش على الرفوف بما ان المطبخ عندها هادي. في المطبقيه هنا حطيت لها طقم العشاء كامل في اول في المطبقيه نفسها، وحطيت لها كوبايه شاي وكوبايه قهوه وكوبايه ميه وكوبايه عصير. هنا بقى حطيت الخلاط وحطيت الهاند بلندر، وفوق حطيت الشوايه وحطيت الميزان، وحطيت بقيه الحاجات اللي موجوده عندها الخاصه بالاجهزه وكمان حافظات الحراره. هنا حطيت المجات وبولات شوربة. فوق كذلك الأمر حطيت طقم بولات شوربة لونه اسود، عروستنا شكلها بتحب اللون الاسود جدا، ربنا يا رب يبارك لها في كل حاجة عندها. هنا كان في ضراف ازاز، فحطيت المجات دي مع الفناجيل، حسيت الوانهم وشكلهم متناسق جدا مع بعض. في الضرفة اللي فوق هنا برضو وزعت بقية الفناجيل وحطيت معاها طقم قهوة داخل فيه 3 ألوان، لون اسود ولون الجراي ولون الكشمير، وحطيته على الستاند بحيث ان هو يبقى باين لان الضرفة دي ازاز. في الضرفة دي بما ان هي قريبة للحوض حطيت فيها هنا المصافي الستانلس، وحطيت الخاص بالمكرونة، وحطيت الأطباق البلاستيك وعلب التلاجة البلاستيك. طبعا دي ظرف موجود فيها الحاجات الخاصة بالمنظفات وأدوات التنظيف. الضرفة دي بما ان هي قريبة للمكان اللي هيكون فيه الكوفي كورنر، حطيت لها فيها الصواني بتاعة التقديم اذا كان خشب او صواني ستانلس. تمام، الضرفة دي بقى حطينا فيها الحلل لان هي يعتبر اكبر ضرفة موجودة جنب البوتاجاز، فحطيت هنا طقمين الحلل، طقم فوق وطقم تحت. حطيت لها فوق الجرانيت، وتحت حطيت الطقم التيفال، هي جايبة الأطقم الكاملة. اعذروني على صوتي والله لاني تعبانة، اعذروني انا اسفة جدا. في الضرفة اللي هي فيها عمق او ضرفة اللي هي الزاوية دي حطيت فيها القوالب كلها وصواني الفرن، وتحت حطيت حلتين ستانلس ومعاهم الكنك، وكمان بقية الحاجات اللي ستانلس مع بعض. جنبها كان في تربو اللي هو الخاص بالخزين. والضرفة دي خليت فيها القلايات والحلة بتاعة القلي، وتحت حطيت اللي هو برضو طاسات، وحطيت معاها برضو بعض الكنك، يعني مش كنك اللي هي
كزرولة تقريبا بيتقال عليها كده، مش فاكرة والله اسمها، مش حاضر في ذهني. في الضرفة اللي فوق هنا حطيت طقم كاسات ومعاه كوبايات، وتحت برضو حطيت طقم كوبايات ومعاه كوبايات عصير، كوباية مية وكوباية عصير. اما بقى الضرفة دي بما ان هي ازاز، حطيت فيه هنا طقم الشاي ده، وحطيت معاه طقم القهوة، يعني هو الطقم كامل مع بعض، وحطيت بعض الاطباق منهم في الخلفية عشان تبقى ظاهرة. تمام. تحت موجود الشفاط البلت ان. هنا بقى حطينا بقية الطقم، حطيت الاطباق تحت عشان هي تحب تستخدمها، وفوق كملت معاها طقم خشاف. وهنا بقى في الضرفة اللي هي الازاز دي، حبيت ان الحاجة فيها تكون شكلها بسيط وما يبقاش فيها مبالغة. حطيت فيها بعض الكاسات الملونة كده علشان تظهر بما ان الضرفة اصلا يعني ناعمة. تمام. وحطيت معاها بعض المجات. اوكي، وبكده يعتبر انا فرجتكم على كل محتويات المطبخ. عجبني جدا ان العروسة عاقلة ومتوازنة في كل حاجة، ما شاء الله اللهم بارك، حاجتها ما شاء الله شيك وراقية جدا، ربنا يهنيها يا رب بكل حاجة عندها. قادر يا كريم. هندخل دلوقتي على التويلت بما ان هو بعد المطبخ مباشرة. تمام. ده اللي هو بتاع الضيوف، التويلت الخاص بالضيوف. تمام. المفروض ان تحت الحوض كده هنا هيبقى فيه تقفيلة، بس هيبقى فيما بعد ان شاء الله. في هنا كابينة شاور، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. ومحطوط جواها بقى الستاند اللي بتحط فيه الشاورات والحاجة. عجبتني قوي فكرة الفرشة اللي بتنضف القعدة هنا او التويلت، متعلقة مش موجودة على الأرض، مش هتصدي، مش هتنزل مية أو تسرب مية في شكلها. وشكل عام ليها راقي جدا وبسيط. فكرة كمان المراية اللي هي اللي بتبقى بتقرب الوش أو بتقرب تفاصيل الوش دي، بتبقى برضو لطيفة. في التويلت عملت لها هنا حرف الايه كده على باب غرفة النوم، وبرضو في نفس ستايل الورد اللي موجود على طوق باب الشقة وعلى الطوق بتاع غرفة الأطفال، بما ان هو برضو بعيد، بس أنا حبيت ان كل الدنيا تبقى واحد يعني. معمول هنا شغل جبسون بورد كده برضو بسيط في السقف. يعتبر السقف فلات بس مفتوح فيه بعض الفتحات. وهنا بقى الإضاءة اللي موجودة تحت السرير برضو مديه تاتش حلو قوي للسرير. وتحسوا ان اصلا غرفة النوم واخدة من السفرة قوي، يعني تحسوا ان الاتنين قريبين لبعض مع اختلاف لون التنجيد نفسه. المفرش عندها هنا كان مختلف من نوع، والله انا اول مرة اشوف صراحة مفرش ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله داخل فيه الدرجة دي من اللون. فحطيت الملاية، فرشت الملاية البيضة السادة، كان هي عندها ملاية تانية سبير، فرشتها تحت وخليت الملاية نفسها تحت المفرش هي اللي مدياكوا الكنار اللي لونه بيبي بلو كده. حسيت كده الشكل افضل وارقى من ان انا افرش الملاية نفسها اللي لونها غامق على السرير. قولولي كده ايه رايكم، كنت افرش الملاية المنت اللي هي لونها بيبي بلو، ولا كنت افرش الملاية البيضة زي ما انا عاملة كده؟ بس في الشكل العام صراحة كان ما شاء الله جميل. هنا معانا التويلت الخاص بغرفة النوم، ده تويلت برايفت. معمول هنا فيه حوض محندق كده صغنون جميل، وكمان معمول هنا برضو قعدة بسيطة والشاور يعني الدش بتاع غرفة النوم. تمام. ربنا يا رب يبارك لهم في كل حاجة عندهم، قادر يا كريم يا رب. لو وصلتي للجزء ده معايا متنسيش تعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة لو أول مرة تنوريني في قناتي. في فكرة هنا لطيفة جدا في الدولاب، ان الوحدة دي بتلف بشكل معين كده، ففكرتها حلوة. احنا يعتبر كده قربنا لاخر نهاية الفيديو، لان الدولاب عندها زي ما انتم شايفين كده مكشوف، فما كنتش اقدر ان انا اصور الدولاب هو فيه الملابس احتراما لخصوصية لبسهم يعني. فانا صورته قبل ما انا افرش حاجة جواه خالص، علشان الناس اللي بتبقى حابة تعرف شكل النيش او شكل سوري شكل الدولاب من جوه عامل ازاي او تقسيمته عاملة ازاي. هحاول الفترة اللي جاية ان شاء الله ان انا اصور لكم قبل ما افرش اي حاجة جوه الدولاب. اولا اول ضرفة فيها رفين وشماعة، وتحت فيه ادراج ازاز كده من بره، وفي ازاز من فوق بيبقى كاشف الحاجة اللي جوه الدرج. هو الدرج سوفت كلوز، وفي نظام تاتش يعني تدوسي عليه يطلع الدرج معاكي يتفتح. بتنجد من جوه قطيفة بيتي. لو عجبتكم الفكرة اكتبولي في الكومنتات كده لو حابين ان انا اصور لكم شكل الدولاب قبل ما يترص فيه اي حاجة، علشان انا مش بقدر ان انا اصور الظرف اللي فيها الملابس، بصور بس الظرف اللي فيها مفروشات. وبما ان انا حطيت المفروشات كلها في دولاب غرفة الاطفال، فمش هقدر ان انا اصور لكم الدولاب ده طبعا بعد ما اتفرش. نفس الضرفة اللي احنا صورناها من شوية هي اللي جنبها نفس النظام بالظبط. هنا في رف كبير ممكن تحط فيه الحفا او حاجات كبيرة، وهنا في شماعة، وتحط تحت كمان في شماعة بناطيل، وفي أدراج في النص دي تقريبا بتبقى ضرفة العريس يعني، بس هي ما شاء الله مساحتها كبيرة حبتين.
الضرفة دي اللي قُلت لكم عليها اللي فكرتها بتلِف، كان الأفضل إن هي تكون بتتفتح من الجنب، يعني أنا قُلت للعروسة أو العريس يعني إيه رأيكم إن أنا أخلّي الضرفة نجيب نجار يعمل الضرفة تتفتح من الجنب بحيث إن يبقى في مرونة في إن إحنا تحُط الحاجة جوّه الضرفة أو تطلّعها لإن الموضوع صعب شوية. فقالوا إن الشركة عاملة ضمان مش عارفة مدة معيّنة ما ينفعش إن هُم يلعبوا في العفش. أتمنى بقى يكون النهارده محتوى الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك، وبالله عليكم تدعوا للعروسة والعريس دعوة حلوة إن ربنا يا رب يهنيهم في حياتهم ويرزقهم فيها الخير والبركة والسعادة ويرزقهم قادر كريم يا رب بالذرية الصالحة. في كومنت حلو كده لعروستنا ورأيكم كده إن شاء الله في شقتها بإذن الله، وانتظروني الفترة اللي جاية إن شاء الله فيديوهات تانية كتير من شقق العرايس، وكمان هاعمل لكم جولات حلوة بإذن الله تستفيدوا منها. كان معاكم أيتن عبدو صاحبة قناة فرش عرايس للسويسة. السلام عليكم.